السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات، ويا رب تكون أمسية خير وأمسية هادية في البيوت كلها. كالعادة آخر التظبيطات دي لازم كده تظبط الدنيا. النهاردة هنتكلم على موضوع مزعج لستات كتير جدا، وللأسف رجالة كتير جدا مش هقول ما بياخدوش بالهم منه، ولكن بيكتشفوه متأخر شوية، وبنساعد عليه احنا كآباء وأمهات لما ما بنلفتش نظر ولادنا وبناتنا من الأول لموضوع مهم جدا. ايه بقى الموضوع المهم جدا اللي احنا ما بنلفتش نظر ولادنا وبناتنا ليه؟ المواصفات اللي بتبقى في بالهم لشريك الحياة، او التوقعات اللي بيبقوا راسمينها بينهم وبين نفسهم لشريك الحياة. الراجل بالذات في العالم العربي المواصفات الشكلية بتفرق معاه كتير قوي دون عن اي راجل شفته في الكون. يعني انا سافرت دول كتير الحمد لله، وكنت دايما بشوف تطرف شكلي قوي في الازواج والزوجات. بمعنى ايه؟ ان ممكن يكون واحد اوروبي ابيض البشره زي ما احنا بنشوف كده نجوم السينما، ابيض وعينيه ملونه وشعره اصفر، بيتجوز حد من اصل افريقي او من اصل اسيوي ومتدهول في غرام الست، يعني بيحبها. ولما جت الصدفه ان معارف لينا او اصدقاء كان ليهم اصدقاء اجتمعنا معاهم كده في لقطه في دوله اوروبيه على عشاء، فسالت فبقول له ايه يعني اكتر حاجه حبيتها فيها ايه؟ ابتدى يكلمني على روحها وطباعها وقد ايه دمها خفيف وقد ايه مثقفه وقد ايه هي عاقله وقد ايه لما بيقعد يتكلم بيأثروا حسن ادراكها للامور، وان نظرتها السياسيه فيها ونظرتها الاقتصاديه بيها. انبهرت بهو بيحب ايه فيها، مش انبهرت بحبه ليها. لا، هي في الاول وفي الاخر الحب رزق، وانا مقتنعه جدا ان لما بيبقى الحد رزق في قلب التاني بيشوف احلى ما فيك وما بيشوفش فيك عيوب. ما هو احنا متفقين ان الجمال في عين الرائي. يعني ايه؟ يعني انا لو ببص لك بعين حب، عين الحب ما بتشوفش عيوب. زي ما بنقول كده بالمصري عشان لينا متابعين كتير من دول تانية، احنا بنقول مراية الحب عمياء. مش الهدف منها حاجة وحشة، لا، الهدف منها ان اللي بيحب بيشوف اللي قدامه كل حلو. وقبل كده شفنا كتير جدا، مش هقول لكم في اهلي وفي اصحابي وفي اصحاب ولادي، بتحبها يبقى شعرها كيرلي، ما بتحبهاش تبقى كارته. بتحبها تبقى كيرفي، ما بتحبهاش تبقى تخينه وفي شله وجسمها مش مظبوط. بتحبها تبقى عودها فرنساوي، ما بتحبهاش تبقى معصعصه. بتحبها تبقى على سجيتها وطبيعيه حبيبتي نقيه كده. ما بتحبهاش تبقى طربش وبترمي كلام زي الدبش يا ماما، وبصي يعني تفضح كده، ما تسترنيش في حته. بتحبها تبقى ست مدبره وملحقاني كده ولما بيتي ولما ولادي. ما بتحبهاش تبقى ست ايدها مقربطه ومش مودرن كده ومش متفتحه وما بتصرفش وما بتلبسش سينيهات. بتحبها تصرف عليها وتفتح محفظتك على الاخر. ما بتحبهاش المحفظه تتقفل ويبقى ما معيش واصل ولما وربنا يسهل والدنيا مزنقه اسماء بتسال يعني ايه تربش؟ يعني بترمي كلام جامد، يعني ما بتركزش، ما عندهاش ذكاء اجتماعي في اسلوب كلامها او في ردودها او في اختيارها لالفاظها. يا اسماء انا محتاجه لك مترجم، بس لا، انا حاسه ان انت اتحسنتي كتير عن الاول، بقيتي دلوقتي لقطه معانا مصري تمام زي الفل. تمام. طب اللي انا بقوله التطرف ده منين؟ التطرف ده ببساطه من احساس اللي باصص انه بيحب. لما بنحب عينينا بتبقى مليانه، لما بنحب بنبقى مستوعبين. اللي بيحب حد ما بيقلبش فيه. يعني ايه ما بيقلبش فيه؟ يعني ما يقعدش يقول لي هو انت ليه شعرك كده، هو انت رفيعه كده من زمان، ما تتخني شويه، ما تخسي شويه، انت ليه بتلبسي الالوان دي، تلبسيش الستايل ده، مش حلو عليكي. هو متجوزني وانا بلبس كده. ليه بتردي كده؟ وطول عمري برد كده. فجأة كده يعني كل حاجة كان قابلها في الأول هو داخل على يعني ماشي حالها دي ما تقفلش جوازة. بالنسبة لي أنا لما حد بيجي لي وهو خاطب أو وهي مخطوبة وحس إنه بالبلدي كده بيزحلق الجوازة، يعني بيبلع نفسه الجوازة،
حاطط كده عليها كريم وزيت وبيزلطها، عارفين اللي بيبلع بيضه بتتبلع بس ممكن تقف في زوره ويزور يفطس يموت. في جوازات كده من وهم مخطوبين الاقي الام جايه بتقول لي اصله ولد ما يترفضش، اصله شاب زي الفل، فقعدت تقنعها زي الفل زي الفل زي الفل وهو لا عاجبها شكلا ولا عاجبها مضمونا ولا عاجبها ستايل ولا عاجبها اسلوبه ولا كلامه ولا تهريجه ولا جده، مش عاجبها بس هو زي الفل، ماما قالت زي الفل. فنعمل ايه؟ نتدبس في الجوازه ونفاجئ بعد كده براجل مش مالي عين مراته. الحاله دي بنسبه 10 20%. طب وال 70 80% اللي فاضلين ولا ال 90% رجالي. الرجاله اللي بتبقى بتدور على الجوازه السيف، الجوازه الامان، بنت الناس بنت الاصول المحترمه. طيب حبيبي، ها خدت بنت الناس بنت الاصول المحترمه اللي حقيقي جنيه دهب في بيتك. لا ماما اصلها رفيعه، اصلها تخينه، اصلها محجبه وانا بحب اللي بشعرها، اصلها بشعرها انا عايزه احجبها، اصلها محجبه انا عايزه تنتقب، اصلها نبتدي بقى. لا، الهدايه من عند الله وربنا يهدي الناس كلها. وانا واحده من الناس انا اتجوزت مش محجبه اصلا وربنا كرمني، ابتديت اقفل شويه، ابتديت البس بكم شويه، هوب طرحه، الحجاب عجبني، التزمت بقى، ابتدينا نعتمر، حجينا، جت واحده واحده. بس ما حدش صدر لي خالص اني مرفوضه، ما حدش صدر لي خالص اني ناقصه ولا معيوبه ولا معتله ولا قليله الادب ولا اخلاقي غير مقبوله خالص. انا واحده من الناس كنت مهتمه، ومعرفش ده صح ولا غلط بس انا بشرح حالي، كنت مهتمه بترتيب زي ما بيقولوا كده الشأن الداخلي قبل ما البس طرحه. كنت حاسه انه عيب قوي وانا لسه يعني ما قبل ما اتجوز، اوائل العشرينات، اواخر كمان يعني 18 19، كنت مستعيبه ايه يا جماعه ازاي البس طرحه وانا بقطع في الصلاه؟ ازاي البس طرحه وانا لسه مش قادره اسيطر على لساني وممكن اجيب سيره حد واضايقه او اكون صعبه في ردي او انم او اغتاب. كنت حاسه ان ودي نظريه صح غلط، طبعا انا كنت مكلفه من لحظه البلوغ، دي لا نقاش فيها، انا بتناقش في الموضوع، بس انا بقول لكم انا قدرتي طاقتي كانت قد ايه، كانت محدوده. ولكن اللي حببني اكتر في الحجاب، واللي حببني اكتر في الالتزام وطبعا بعد ستر ربنا وكرمه ان اللي حواليا ما صدروش عليا او ما صدروليش احساسهم باني معتله او ناقصني حاجه. لا، كلهم كانوا ما شاء الله انتي اسلوبك وانتي وامينه في الشغل ومش عارفه بتاخدي بالك من ايه وبتاخدي بالك من ايه، طب كملي بقى يعني، زودي بقى. حتى الدعوه جات لي باسلوب حسن خلاني بعد ما التزمت انا ندمت اني اتاخرت في الحاجه، ندمت حقيقي ومن جوايا، وربنا وحده اللي عالم. لما بقعد مع نفسي بعاتب نفسي ازاي، ولكن ربنا كريم الحمد لله. عشان كده دايما بقول للامهات وللابهات لما تلاقي ابنك مهزوز او مش مالي عينه قوي ما تقولش عليه عيل هايف. على فكره من الاساسيات واللي ذكرت لينا وابلغنا بيها من حبيبنا عليه افضل الصلاه والسلام، اذا نظر اليها سرته هو، مش انا امه، مش انا اللي هأسر بهذه المراه سواء بحجابها او من غير حجابها. لا، اذا العين انها تتملي وتسر ده جزء، طبعا ده جزء من احساس الست انها ماليه عين اللي قدامها، وجزء من احساس الراجل انه فرحان بالست دي. والعكس لان الست بتخير في شرعنا، احنا ما بننباعش ونشترى زي ما ناس كتير متهيأ لها ان ده كان بيحصل خالص. عمر الست في الاسلام ما كانت كده، بالعكس بتخير ورأيها يبنى عليه جواز ويبنى عليه طلاق وفراق. احنا في دين واخدين مش حقوقنا، احنا كرامتنا متصانه قوي قوي قوي، احنا نزلنا من قيمتنا. كل واحده حر، اللي شايفه انها ما تستحقش التكريم والتعزيز والغلاوه دي تفرط، هي حره. انما الصح واللي احنا اتعلمناه ان لا، ما بنفرطش، احنا عزاز وغاليين قوي. عشان كده ومحدش يتريق على الكلمه اللي هقولها لكم دي، انا احب في الخطوبه لو الاتنين مش متاكدين قوي امط فتره الخطوبه، ما اديش بنتي الا اللي انا حاسه انه بجد، وبرضه ما تقولوش عليها طبقيه ولا حاجه، لا، لازم يكون طلع عينه عليها، طالع عينه وراها،
مصر جدا عليها تحديدا، وعارفه ان في ناس كتير هتقول لي لا، اي واحده كويسه واي بنت ناس، اهلا وسهلا، مش الجيل ده ومش الرجاله بتاعت اليومين دول ومش شباب اليومين دول. الكلام ده يمكن كان جيلي والاجيال اللي قبلي. الزمن بيختلف، ولما الراجل بياخد واحده مش ماليه عينه 100%، وما اقصدش بيها انها هتملى عينه العمر كله، ما كل واحد بقى وايه وقدرته على نفسه، لان انا مش هعرف اخليها لك كل نساء العالم. فانت لو هتطلق بصرك ما تدورش على واحده تملى عينك. في الحاله دي انت طول عمرك هتفضل مش راضي، وطول عمرك هتفضل بتجري ورا الهوى. ودي مشكله رجال هذا العالم، اطلاق البصر. انت عجبك الرفيع وعجبك الكيرفي وعجبك ام شعر ناعم وعجبك ام شعر كيرلي وعجبك البيضه واللي عجبك السمراء، انت عايز ايه؟ وكل فتره تلاقي الذوق بيختلف والمزاج بيختلف. ايوه احنا بقى نجيب لك واحده بباليتة الوان وبزراير يداس عليها، لا يبقى بالمنظر ده بقى الذكاء الصناعي وعليك خير، وتشوف لك عروسه كده اونلاين، اللي هو كل يوم نخش نظبط لك شكلها زي ما انت عايزه النهارده، ووزنها زي ما انت عايزه النهارده، والسكين تون بتاعها زي ما انت عايزه النهارده. تمام؟ وده مش هينفع، ده مستحيل. في الجواز محتاج زي ما قلنا قبل كده في كذا حاجه، حاجتين: اتفاق بالسعاده او اتفاق على السعاده او اتفاق على الرضا، وانضباط. انضباط يعني احترم الطرف الاخر، احترم المزايا اللي عنده والحاجات اللي هو ناقصها كمان اللي لوحده. مش هلاقي لك ست مش ناقصها حاجه، وصعب الاقي لك راجل برده مش ناقصه حاجه، ولكن الكلام النهارده موجه للرجل اكتر، لان هو اكتر النسبه اللي بتجيلي المكتب يقول لي مش عاجباني، مش ماليه عيني، مش مرتاح. ايوه احنا بنتكلم شكل، يقول لي بتكلم شكل، طباع زي الفل، ست زي الجنيه الذهب. لا اله الا الله، ده من كتر الستات اللي زي الجنيهات الذهب احنا بنقف على تكات. بس ما اقدرش اقول له حط على قلبك حجر واستحمل، حط على قلبك حجر. ما اقدرش اقول له يقتنع بالمبدأ اللي هو مش مقتنع بيه. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. في حاجات كتيره جدا 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 بتقول ان الشكل مش اي حاجه، وان نفسك تكرف سنه من حد ده مش معناه ان الحد ده ما فيهوش خير، حتى لو كان زوج او زوجه. ولكن هل الزمان ده في ناس بتقدر على نفسها وهواها وشهوتها وشيطانها؟ يا نهار ابيض، ده احنا عايزين ناس جامده قوي. موجودين بس مش كتير. عشان كده بقول لكم طولوا فترات الخطوبه، ومفيش راجل يتجوز ولا شاب يتجوز الا لما يكون متاكد موضوعا. مفيش بنت تكمل خطوبه الا وهي متاكده ان الراجل ده مالي عينيها. مالي عينيا يعني ايه؟ او ست مالي عيني يعني ايه؟ يعني انا مش هبص، انا مش عايزه ابص اصلا، انا مش محتاجه ابص. ولو عيني عدت انا بشوفهم كائنات حيه، ما بشوفوش راجل يعجبني، ما بشوفهاش ست اشتهيها. وهنا عشان كده بنقول، وحتى في الحديث، ان بالذات الرجاله لو رجل وقعت في قلبه امراه، عينه لمحت ست وعجبته، فلياتي اهله. يعني ايه؟ يعني روح كون مع مراتك كزوج وزوجه، نام مع مراتك. ليه؟ عشان تفتكر ان بنات حوا كلهم في النهايه شبه بعض، لان اللي عجبك انت ما تعرفوش، ولا تعرف طبع، ولا تعرف ستر، ولا تعرف اخلاق، ولا تعرف دين، ولا تعرف اي حاجه. فلو مجرد العجب الشكلي ده، ما هي حلالك، ودي في الحلال وتثاب عليها لما تبقى معاها كمان. تمام؟ يبقى يا جماعه اذا تكلم احدكم فليقل خيرا او فليصمت. يعني حتى لو مش عاجباك مش لازم تجرحها، مش لازم تشرح حالتها النفسيه، مش لازم تسيبها بقايا ست. لان انا اوقات بيجي لي المكتب بقايا ستات، ده اللي فاضل منها، تقول لي ده قال لي وقال لي وقال لي وقال لي وقال لي وقال لي. ليه يا حبيبي؟ حتى لو مش عاجبك، حتى لو كاره، مين قال لك ان الكاره لازم يكسر اللي قدامه؟ اتقي الله. ده حتى ده تصرف يخالف الرحمه، يخالف الرحمه، يخالف الرحمه. انا بعمل اعيدها لك، يخالف الرحمه. في ستات بتكره نفسها وبتكره حياتها وبتكره الجواز وبتكرهك من لسانك. ليه تكسر واحده ست؟ ليه تكسر بني ادمه؟ ليه تقف يوم المشهد العظيم وليها حق عندك وتقتص منك، وليها انها ما تسامحكش؟ وكسر الخاطر كبير قوي عند رب العباد. ان حد ينام مجروح ومكسور بسبب حد كتير قوي، وهي ما اسأتلكش.
هي ما ضحكتش عليك، غالبا ما حطتش مسدس في نافوخك وانت بتكتب عليها، ولا وانت بتخطبها، ولا وانت مدلوق عليها فتره الخطوبه. وده حال كتير قوي من الستات اللي بيجي لها ذهول، انا دلوقتي مش عاجباه، ما هو انا كده من ساعه ما اتجوزنا، هو مختارني وانا كده، كان بيحبني وبيدهول وبيجري ورايا بالمشوار وانا كده، نفس البشره دي ونفس الوزن ده ونفس الشكل ده ونفس الطبع ده ونفس الاسلوب ده، كل حاجه، مفيش جديد. لو انت بينت عكس اللي في نيتك انت خدعتها، لان هي ما كانتش متفقه على واحد كاره ولا واحد هيقعد جنبها بالمقص والمزوره، هي كانت متفقه على ستر، على ود، على عشره طيبه، على موده ورحمه وحلاوه لسان وحلال، وانها تتمتع معاك بحياتها وتعيش معاك كزوجه مقبوله ومحبوبه، ودي اقل حقوق اي زوجه. اللي انا بقوله ده مش المستوى الرفاهي في الجواز، لا، المستوى الرفاهي في الجواز بقى انك تشيلها على رموش عينيك وتجيب الخدم والحشم وتحط تحت رجليها الذهب والياقوت والزمرد، واحنا مش ده اللي بنطلبه، ده احنا بنطلب عشره طيبه. عشره طيبه، ومن العشره الطيبه انها تملى عينك وتبقى مرتب مع نفسك ان الست دي ماليه عيني وبناء عليه هيتجوزها. مش ماليه عينك كتر الف خيرك، اعتذر وفك الخطبه، او حتى لو اتكلمت اسحب الكلام، مش غلط ابدا، بيحصل. ولما ترجع لي بنتي او لما تفك ارتباطك ببنتي في فتره خطبه، فمن حقك، انت بتفكر وهي بتفكر، ما جرحتش بنتي. انما لما تكسر قلب بنتي وتهينها وتقلل من كرامتها وتقعد تقول لها فيكي وفيكي وفيكي ومش ماليه عيني وانتي فاكره نفسك ست وانتي شايفه شكلك عامل ازاي، ده لا ادب ولا احترام. هنا انا ما بتكلمش في الست اللي اهملت، لا، دول ليهم حلقات لوحدها، وهتلاقوا طن من الحلقات بوصي فيه الست تبقى ازاي وتحافظ على نفسها ازاي وتحافظ على وزنها وتحافظ على جمالها، وفي حتى حلقات تطرقنا فيها التفاصيل والوصفات والنصايح وحاجات ظريفه جدا. ولكن هنا انا بتكلم في الست اللي ثابته على وضعها، ثابته على درجه جمالها، ثابته على جسمها، ثابته على شكلها، ثابته على لونها، ثابته على ستايل شعرها، ثابته على اهتمامها بنفسها، ومع ذلك مش ماليه العين. هنا صدقوني انتوا بتظلموا الطرف الاخر لما تتجوزوه وهو مش مالي عينكم. انت ظلمتي راجل ممكن يبقى في عين ست غيرك سيد الناس، وظلمت ست ممكن بالنسبه لراجل تاني يتمنى لها الرضا ترضى وشايفها احلى واحده في الكون. فمن فضلك لو انت مش راضي عن العروسه اللي انت متقدم لها بنسبه 100%، ما تكملش الجوازه دي. ولو حضرتك مش مقتنع بالعريس اللي قاعد قدامك 100%، ما تكمليش الجوازه دي. احسن 1000 مره من ان انتوا تعيشوا شخص كل مشكلته انه قابلكم وتوقع منكم الخير، تقابلوه بالاساءه او بكسر القلب او بالتقليل من الشأن، ودي حاجه لا اقبلها على ابني ولا اقبلها على بنتي. ربنا يصلح حالكم جميعا شباب وبنات، يسعد البيوت كلها وبيتي من ضمنكم يا رب، ويهدي الشباب والبنات كلهم وولادي وبنتي من ضمنهم. اشوفكم على الف خير، وميعادنا بكره باذن الله تعالى في نفس الميعاد 10 وشويه في موضوع مهم تاني. ومن فضلكم اكتبوا لنا اي مواضيع تدخلوا على اليوتيوب شانل بتاعتنا بعد 20 سنه جواز وما تلاقوش المواضيع دي متناقشه، اكتبوا لنا مواضيع محتاجين نناقش فيها اكتر او نكتب فيها تفاصيل اكتر، من فضلكم اكتبوا لنا، ابعتوا لنا، وانتوا جزء كبير جدا من اعداد الحلقات. اشوفكم على الف خير وتصبحوا على خير.